إذا كانت أقدامك تترك آثارا على الأرض فإن كلماتك تترك آثارا على القلب. فهنيئا لمن لا يغتاب أحد ولا يجرح أحد. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. جاي لكم النهارده فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله يعجبكم قوي. زي ما انتم شايفين كده مشترياتي بقى من السوق. جبت بقى شويه مشتريات كده للمطبخ والتلاجة. جبت عدس بجبه، وجبت برضو كيلو فاصوليا، وجبت عدس اصفر، وجبت نص كيلو ذره فشار للولاد، وجبت برضو لوبيا، وجبت شعريه. يوم السوق ببقى اجيب شعريه فك كده بالنص وبالكيلو يعني. وفي الايام العاديه ببقى اجيب اكياس. جبت برضو بقى من الخضار اهو. جبت بطاطا، وجبت بتنجان. بجيب بقى الحاجات اللي بتبقى ناقصاني، والحاجات مثلا اللي خلصانه عندي بجيبها برضو. اما الحاجات اللي ناقصه بجيب بس اكمل على الناقص اللي عندي. وجبت برضو طماطم، وجبت بطاطس. الحاجات مثلا اللي ما عنديش منها خالص زي البطاطس بجيب 4 كيلو مثلا. الطماطم برضو لو عندي يعني مثلا كيلو او 2 كيلو بجيب عليهم 3 كيلو، عشان طبعا بستخدم طول الاسبوع طماطم كتير. وجبت برضو مندولينا، وجبت فلفل اخضر. جبت كيلو فلفل اخضر، وجبت مندولينا 3 كيلو، وجبت بطاطس 4 كيلو، وجبت طماطم 3 كيلو. الكيلو في الفلفل الاخضر ب10، والكيلو في البطاطس برضو ب10، والكيلو في المندولينا ب5 جنيه. وجبت موز كيلو فيه ب12 جنيه. جبت كيلو ونص. وجبت جزر 3 كيلو فيه ب10. وجبت برضو سمك بوري اهو. كان في حجم كبير وحجم وسط وحجم صغير، انا جبت الحجم الوسط. الكيلو في الطماطم كان الطماطم غالية النهاردة، الكيلو فيها ب8 جنيه. دي المشتريات بتاعتي اهي. هغسل بقى السمك عشان اشويه. بغسل بقى السمك الاول كده عشان بيبقى فيه رملة وفيه طينة. لازم يتغسل كويس قوي. بفتح بقى الخياشيم كده واغسلها، وبفتح برضو الراس من قدام بغسلها كده كويس. يعني سواء هتشويه بره او هتشويه عندك في البيت لازم يتغسل كويس قوي. وكمان السمك البوري بيبقى عليه قشرة سايبة كده، مش هتشيل القشرة اللي عليه ولا حاجة، بس بنغسله بس عشان القشرة اللي سايبة دي بتنزل كده مع المية. يوم السوق لما بتبقى مثلا معايا فلوس بجيب حاجات بقى اللي هي البقوليات. بجيب برضو عدس اصفر بعدس بجبة. بجيب فول بعمله فول مدمس في البيت وببقى اخزنه كده. بجيب برضو شعرية، بجيب الحاجات اللي هي زي دي. وجبت برضو نص كيلو ذرة فشار كده للولاد، نبقى نعمله تسالي كده بالليل واحنا قاعدين. خلاص كده غسلت بقى السمك اهو. اغسل بقى الحوض كده عشان زفرت السمك متبقاش قلبة المطبخ يعني. لازم دايما على طول بتغسلي المواعين بتاعتك اول باول، ودايما تغسلي الحوض كده وتسلكيه عشان ما يتكتمش معاك. قبل ما اشوي السمك بطبخ بقى الرز. واول ما يتشرب الميه بتاعته وهد عليه عشان يستوي ببدا بقى ان انا اغسل السمك عشان اشويه، لان احنا بنحب السمك والرز يكونوا سخنين كده. على ما الرز بقى يكمل سوا بكون انا شويت السمك. وبكون بقى مجهزه السلطه، وبقطع بصل كده ناشف، بحب احط عليه خل وليمون وشويه توابل كده وشويه ملح برضه بيبقى طعمه حلو يعني. بسيبه منقوع في الخل والليمون على ما اشوي السمك برضه. يعني انا دلوقتي بقى هجهز بقى السلطه، وهجهز برضه البصل، وهنجهز بقى الخلطه اللي انا هحطها على السمك كده. انا مش هملحه بميه. التمليحه بتاعه الميه اللي بيبقى عليها خضره وحاجات من دي ما بملحوش انا بميه خالص. بملحه بس على الناشف كده، بحط عليه ملح والتوابل بتاعته. واعصر عليه ليمون واحط عليه شبت وكزبره وبقدونس مقطعه كده. واغطي عليه بكيس بحيث ان هو يعرق، يتملح من العرق بتاعه كده. خلاص كده هروح بقى عند الفرن عشان اشوي السمك. هغلف بقى السمك من فوق وتحت كده بالردة، وبعد كده بدخله بقى على فرن حامي خالص. بسيب الفرن لغاية ما يسخن خالص والصاجة دي تسخن قوي. ما ينفعش السمك يدخل على صاجة باردة كده او فرن بارد، لان بيتهرى معانا من فوق وتحت كده وبيتهرد يعني. خلاص كده استوى بقى من فوق وتحت اهو. طفيت عليه النار، بسيبه شوية لمدة 5 دقايق كده على صهد الفرن عشان يستوي يعني وينشف من جوه كده. وبعد كده بملحه بقى، بحط عليه ملح من فوق وتحت. الملح ده انا حطيت عليه توابل كمون وكزبره مطحونه وفلفل اسمر وبهارات سمك.
وقلبته عليه من فوق وتحت كده وغطيت عليه بالكيس. شايفين بقى عرق خالص اهو وشرب بقى من التملحه بتاعته. وعملت بقى الرز وكده الغدا بتاعنا جاهز. بعد ما اتغديت بقى وغسلت بقى المواعين وظبطت الدنيا كده، هعمل بقى جيلي بالفراوله بالموز. اقطع بقى الموز ده شرايح رفيعه كده، وجاهز بقى الجيلي. ممكن بقى تعملي مثلا اي فواكه موجوده عندك جنب الموز كده، يعني مثلا زي لو عندك تفاح، عندك رمان، عندك فراولة، أي فواكه موجودة عندك ممكن تقطعيها وتعملي كوكتيل كده، بيبقى طعمه حلو جدا برضه. ولو مثلا ما بتحبيش جيلي الفراولة، أي جيلي بأي طعم مفضل عندك بتعمليه بالفواكه اللي انت بتحبيها. هقطع بقى الموز اهو، ممكن تقطعيه مكعبات، ممكن تقطعيه شرايح كده على حسب ما انت عايز. بقطع بقى الموز على قد الكمية اللي انا هعملها. انا هعمل كيسين جيلي. العلبة بتاعة الجيلي دي بيبقى فيها 3 أكياس. وفي علبة بيبقى فيها كيسين، وفي علبة بيبقى فيها كيس واحد، بس أنا جبت اللي فيها ال3 أكياس. عملت كيس قبل كده وأعمل بقى الكيسين دول مع بعض كده. هفضي بقى كيسين الجيلي أهو. لكل كيس جيلي كوباية مية مغلية وكوباية مية عادية، يعني 4 أكياس من الجيلي بياخدوا كوبايتين مية مغلية. وبعد كده بدوبهم برضو في كوبايتين مية عادية. أحط بقى هنا كوباية مية مغلية أهي وأقلب. لازم يتحل الاول كده في ميه سخنه او ميه مغليه. انا غليت الميه دي واقلبه كده لغايه ما يفك معانا خالص. احط برضو كوبايه ميه تانية اهي واقلبهم برضو مع بعض كده. ممكن تسيبيه من غير ما تحليه بسكر، وممكن تحليه بسكر. انا هحط هنا معلقتين كبار كده من السكر، يعني لكل كيس جيلي معلقه كبيره من السكر. وهقلبهم بقى مع بعض كده لغايه ما السكر يدوب. واحط بقى كوبايتين من الميه البارده او الميه العاديه يعني. سهل خالص وما باخدش وقت معاكي، وممكن تعمليه بقى بأي طعم بتحبيه. أي فاكهة ممكن تضيفيها، ممكن تعمليه من غير فواكه خالص. حطيت مية اهي وأقلبهم مع بعض كده، وأجهز بقى الكاسات اللي أنا هحط فيها. معايا بقى الكاسات اهي اللي أنا هحط فيها. ممكن تحط بقى في أطباق، ممكن تحط في كاسات على حسب ما انت عايز. بحط بقى الموز الأول في الكاسات كده. وانت بتحط بقى تحط الموز او الفواكه الاول كده في الاطباق او في الكاسات، وبعد كده بتحط الجيلي. لان لو حطيت الجيلي الاول وجيت تحط بقى الفواكه، تحس ان يعني الكوبايه او الكاس بيزيد عن حجمه كده. لكن المفروض تحط بقى الفواكه الاول وبعد كده تحط الجيلي. زي ما انا عملت كده. خلاص كده اهو. عملت برضو الطبق اللي هو اللي لوحده ده، اللي هو الاخضر ده، عشان بيديلنا شكل كده لو هتقلبيه في طبق مثلا او اي حاجه. خلاص كده دخلته بقى التلاجة، خد 3 ساعات. بتسيبيه بقى براحتك كده، يعني على ما يجمد معاك خالص في التلاجة. ممكن تسيبيه ساعتين 3 4 على حسب ما يجمد معاك في التلاجة. وخد معايا 3 ساعات، وزي ما انتم شايفين كده جامد خالص اهو، حلو جدا. شايفين بقى الجمال، حاجة كده تفتح النفس، سهل وبسيط خالص. بتعمليه بقى على حسب ما ولادك مثلا بيحبوه، الطعم اللي بيحبوه او الفواكه اللي بيحبوها بتعمليه اهو. هقلب برضو الطبق التاني ده عشان تشوفوا شكله في التقديم. ممكن بقى تحط في الأرضية برضو مكسرات زي ما انت عايزة. بتزودي بقى الفواكه اللي انت عايزاها على حسب ما انت عايزة. خلاص كده شايفين، يا دوب بس بتهزيه كده بيقوم نازل خالص من الطبق اهو. كده الروتين بتاعنا خلص. يا رب الفيديو ينال اعجابكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم منه كل جديد بنزله، وتعليق حلو كده عشان تشجعونا انزل لكم فيديوهات على طول. وارفعوا الفيديو باللايكات عشان يوصل اكبر عدد من الناس، عشان عيلتي تكبر بيكم. واستنوني فيديو جديد وروتين جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.